وقبل ما نبدأ الفيديو حابب اقول لك لو بتحب فيديوهات الغامضة والجريمة وكده يبقى يا ريت تروح تتفرج على الفيديو الجديد اللي على قناة سلفادور، لاننا بنتكلم عن جريمة غامضة جدا اتحلت بطريقة عجيبة. ويا ريت تعمل لايك هنا وهناك واشتركوا في القناة لاننا عايزين نوصل ل 2000 مشترك في اقرب وقت. ولو لسه ما شفتوش ملخص الجزء الاول فبصراحة كده حابب اقول لكم مش مهم خالص، لان كل جزء بيحكي قصة في الاغلب ملهاش اي علاقة بقصة الجزء اللي قبله، بس هي الفكرة الاساسية موجودة، وهي ان في جماعة اكل لحوم بشر عايشين في مكان معزول جدا، وفي الاغلب محدش بيروح لهم غير لما بيدخلوا منعطف غلط. يعني مثلا في الغابة بدل ما يدخل يمين ويطلع على الطريق، لا هو بيدخل شمال وبينتهي بالامر في انه بيكون وجبه لشخص غلبان جعان. فمن غير كلام كتير يلا بينا. وفي الغابة بتكون واحدة ماشية اسمها كيمبرلي، وبتكون رايحة موقع تصوير برنامج تلفزيوني هيتصور في الغابة، والبرنامج ده هو تحدي وبيتذاع على التلفزيون، برنامج كده زي التحديات اللي كانت بتيجي في التلفزيون زمان بتاع أكل الدود والجو المقرف ده. وكيمبرلي ماشية في الغابة بتدخل المنعطف الخطر أو المنعطف الغلط، ووقتها بتخبط في واحد وهي ماشية بالعربية، فبتخاف جدا وبتنزل تطمن على الراجل ده، بس وقتها الراجل ده بيمسك فيها وبيعضها، ووقتها بيجي واحد تاني من وراها بالبلطة وبيقتلها، وبعد كده بيقسمها نصين وبياخدوها وبيمشوا. وبعديها بنروح نشوف مسابقة رخيصة جدا اسمها مسابقة نهاية العالم. هو ده العرض بتاع التلفزيون، ومقدم المسابقه اللي اسمه دايل ميرفي اللي عنده خبره قديمه جدا في الجيش بيعلن عن المسابقه وبيحمس المشاهدين، وبعد كده بيقول لهم على شروط المسابقه، وكمان بيقول لهم ان اللي هيكسب هياخد مبلغ مالي كويس جدا. وبيعلن عن المشتركين السته اللي هم كيمبرلي ودي اللي اتاكلت من شويه، واحد اسمه جونز، وبنت اسمها إلينا، وبنت تانية اسمها نينا، واحده إلينا وواحده نينا، وواحد اسمه جيك، واخرهم بنت اسمها امبر. والمسابقه هي انهم يروحوا مكان معين في الغابه من غير ما يكون معاهم اي حاجه تساعدهم ولا تاثر عليهم الطريق، وطبعا لانه تحدي وفي نفس الوقت هو رياليتي شو، فبيكون وقتها في موقع التصوير اللي في الغابه. ولما بيجي ميعاد المسابقه يروح المخرج لحبيبته اللي اسمها مارا ويطلب منها انها تنضم للمسابقه مكان كيمبرلي لانها اتاخرت وشكلها مش جاي، وبتكون مارا في البدايه مش موافقه، بس مع الكلام بتوافق، وبيلم ضيد المتسابقين وبيشرح لهم المسابقه واللي مطلوب منهم، وبيقول لهم ان كل اتنين هيكونوا مع بعض في فريق وهيمشوا مسافه حوالي نص ميل، بس اهم حاجه ان مفيش حد منهم يكون معاه اي تليفون، وبيكمل بقى الشروط وقواعد المسابقه. وبسبب ان دي مسابقه يعني فبيكون في الغابه اللي هم فيها دي في كاميرات كتيره جدا، وكمان بيكون في مايكات متوزعه عشان خاطر تنقل الصوت وكده، وكل ده شغل تبع البرنامج. وبنشوف بقى ان في واحده من الكاميرات دي بيكون في واحد يبقى تبع فريق عمل البرنامج واقف في الغابه عادي جدا، بس وهو واقف فجاه بيجي واحد من القتله وبيقتله. ولما بتبدا المسابقه بيكون دايل ماشي في الغابه وبيراقب المتسابقين، بس هو ماشي بيلاقي في حد بيرمي عليه اسهم، ولما بينزل علشان خاطر يشوف مين اللي بيعمل كده بيجي واحد من وراه وبيضربه وبيغمى عليه، والكلام ده كله طبعا بتكون المسابقه شغاله، وبتكون مارا ونينا مع بعض في الفريق وجيك وإلينا مع بعض، والفريق الثالث هم امبر وجونز. المهم ان مارا ونينا ماشيين في الغابه بيلاقوا هناك جهاز بيديلهم مهمه، والمهمه دي موجوده في مكان جنب النهر، وبيكون وقتها عند النهر جيك وإلينا ومعاهم المخرج، وهم واقفين بيتكلموا بيحصل مشاكل ما بين جيك وإلينا، فجيك بيسيب إلينا مع المخرج وبيمشي، وبتقف إلينا مع المخرج وبتطلب منه انه يحاول يكسبها المسابقه دي ويساعدها وهي عينيها ليه، وبيبداوا فعلا انهم يشرحوا لبعض ازاي الاسماك بتتكاثر، وهم بيشرحوا لبعض بتكون مره حبيبه المخرج واقفه من فوق وشايفاهم، فبتزعل جدا وبتكون متضايقه من اللي حبيبها بيعمله. وفي الوقت ده بتكون امبر وجونز ماشيين في الغابه وبيلاقوا قدامهم حفله شوي على الضيق كده، وفي لحمه محطوطه على سيخ وبتتشوي، فبياخدوا اللحمه دي ويمشوا هم فرحانين وبياكلوها. في الوقت ده بيفوق دايل من الضربه اللي خدها وبيكون متعلق في نص الغابه، وجنب منه قاتل بيسن السكينه وهو طاير من الفرحه، ودايل بيكون خايف جدا لانه مش عارف مصيره هيبقى ايه. وبعد ما مارا بتهرى شويه من الدقيقه على خيانه حبيبها ليها بتروح هي ونينا يدوروا على اي حاجه في الغابه، وهم ماشيين بيلاقوا بيت باين عليه مهجور، ولما بيدخلوا البيت ده بيلاقوا على حيطه جوه بيلاقوا صور كتيره جدا لعائله القتله او الوحوش، وطبعا لما بيشوفوا شكلهم بيكونوا خايفين جدا منهم وشايفين ان دول اكيد مش ناس طبيعيه، وهم واقفين في الاوضه بيلاقوا انه في صوت داخل عليهم البيت، فبيستخبوا في اوضه ثانيه وبيقفلوا على نفسهم الباب، وبعد شويه لما بيبصوا بيشوفوا مين اللي دخل بيلاقوا في واحده من اللي في الصور دي داخله وهي بتزعق من الالم، وده لانها عندها الطلق وبتولد، ومعاها واحده اوحش منها وبتحاول انها تهديها علشان خاطر تولدها. ووقتها الست دي بتبص على الاوضه وتشوف البنات وهم واقفين بيتفرجوا عليهم، فالبنات بيخافوا وبيقفلوا الباب كويس وبيحاولوا انهم يشوفوا اي طريقه يهربوا بيها، وفعلا بيقدروا انهم يشيلوا جزء من الارض وبيهربوا من المكان. وهم طالعين يجروا من المكان ده مره بتاخد بلطه في دماغها وبتقع ميته، ولما نينا بتشوفها بتخاف وبتطلع تجري وبتفضل تجري وبتلحق انها تستخبى في مكان معين، وكان وقتها في واحد من اكل لحوم البشر بيدور عليها وعايز يقتلها، وكان قرب يشوفها بس قبل ما يلاقيها بيلاقي وحش تاني جاي له علشان خاطر ياخده ويمشي. وفي الوقت ده بيكون المخرج خلص شرح لإلينا وفهمت ازاي الاسماك بتتكاثر، وبعد كده سابها ومشي، وبتقوم إلينا علشان خاطر تنزل في الميه، ولكن وقتها بتلاقي واحده من الوحوش بتهجم عليها وبتقتلها. وفي الوقت ده بيكون الوحش اللي مع دايل خلاص خلص سن السكينه وبقت جاهزه وقام علشان خاطر يخلص على دايل، ولكن وقتها دايل بيعرف انه يضربه، وبعدها بيفك نفسه بالسكينه، ولما فك نفسه نزل ضرب في الوحش ده ولكن هو ولا الهوا، فوقتها دايل بيمسك سلاح بيلاقيه وبيضرب بيه الوحش ده وبيترمي بعيد. وفي الوقت ده بيرجع المخرج على الكرفان بتاع الانتاج علشان خاطر يستريح شويه، واول ما بيركب الكرفان بيلاقي
وبيلاقي العربيه بتتحرك، فجاه بيهجم عليه 2 من الوحوش كانوا معاه في العربيه وبيلزقوه بسهم في حيطه الكرفان. في الوقت ده بيكون جيك راح لامبر وجونز وقعدوا هما الثلاثه ياكلوا اللحمه المشويه اللي لقوها في الغابه وكانوا مستمتعين جدا لان طعمها حلو. بس هم قاعدين بتجي لهم نينا وبتحكي لهم على اللي حصل معاها هي ومارا وتكون خايفه جدا وهي بتتكلم، وده اللي بيخلي جونز يفتكر ان الكلام اللي نينا بتقوله ده كده، وخصوصا ان مارا حبيبه المخرج وداخله تقضي الغرض مكان حد تاني، فبيكون شايف ان اكيد ده جزء من البرنامج، لان في الاول وفي الاخر البرنامج ده غرضه تسليه الناس ومفيش متعه كافيه للمشاهدين في شويه ناس ماشيين في الغابه، علشان كده يعني لازم يحطوا حاجه تشد المشاهد. ولكن هم واقفين بيتكلموا بيشوفوا ان في حته اللحمه الحلوه اللي بياكلوها دي وشم شبه اللي كان موجود في رجل كيمبرلي صاحبتهم، فبيعرفوا ان في حاجه غلط بتحصل في المكان، ومن الخوف اللي هم فيه بيطلعوا يجروا من المكان من غير ما يكونوا عارفين هم رايحين فين. ولما دايل بيخرج من المكان اللي كان فيه بيلاقي وهو ماشي في الغابه بيت، ولما بيدخل البيت ده بيلاقي راجل عجوز جوه بس شكله طيب، فديل بيساله عن شكل الوحوش اللي بره دول وهم مين وليه شكلهم شبه الوحوش كده. وقتها العجوز بيقول له ان الناس دي عاديين جدا، بس كان في مصنع موجود في المنطقه هنا من فتره طويله شويه، والمصنع ده كان بيستخدم مواد كيميائيه كتيره جدا جدا، وده سبب ان حصل تشوهات كتيره جدا للناس والاجنه اللي موجودين في المنطقه. ولكن المصنع ده ما كملش وقفل، ومن ساعتها والمنطقه دي معزوله ومفيش حد ساكن فيها غير عيله واحده بس، ودي قصه مشابهه جدا بشكل كبير لقصه كنا اتكلمنا عنها هنا كده في ملخص قديم هنا على القناه، هتلاقوه في الاي اللي فوق دي، وعلى فكره الملخص ده رايق فشخ. ولما دايل بيسمع الكلام ده بيساله طب ما انت عارف ان الموضوع خطير يا معلم، ليه عايش وسط الناس الغريبه دي؟ فالراجل ببساطه بيرد عليه وبيقول له ان العيال مهما تعمل الاب ما ينفعش يسيبهم ويمشي، وبعدها بيهجم على دايل علشان خاطر قتل ابنه، كان عايز يقتل دايل وهم ماسكين في بعض. دايل بيلاقي متفجرات عنده في البيت فبياخد واحده وبيحطها في ظهر الراجل ده وبيطلع يجري من المكان، وقبل ما الراجل يحس باي حاجه بيتحول لطماطم مشويه. وبقى الابطال وهم ماشيين في طريقهم للخروج من الغابه بيلاقوا وقتها 2 من الوحوش، ولما بيشوفوهم بيخافوا وبيطلعوا يجروا من المكان، ولكن ويلينا بتجري مش بتكون شايفه فبتقع في فخ كان معمول في المكان، والباقي منهم بعد ما يحاولوا انهم يهربوا من الوحوش بيروح جيك علشان خاطر ينقذ الينا ويطلعها من الفخ اللي وقعت فيه، ولما بيطلعها بيلاقوا وحش تاني عايز يقتلهم برضه، فبيعرفوا انهم يهربوا منه وبينطوا في الميه. وفي الوقت ده بيكون دايل بيجهز نفسه والاسلحه اللي معاه وبيدهن وشه، وده لان ده فيلم رخيص فشخ بس القصه بتاعته حلوه بصراحه، وبيكون بيعمل كل ده علشان خاطر يقدر يهرب من المكان. وفي مكان تاني بيكون جونز وامبر ماشيين مع بعض وبيحاولوا انهم يخرجوا، لكن وقتها جونز بالغلط داس على فخ وطلع حبل من الارض وسحبه وعلقه في الهواء، ولما امبر شافت حاجه زي كده كانت بتحاول انها تساعده، ولكن داست هي كمان على فخ برضه واتشعلقت جنبه. وقتها بيجي 2 من القتله وبيكونوا فرحانين جدا بالصيده اللي فيها لحمه كتير دي، وبيضربوا على الاثنين سهم بيدخل فيهم هما الاثنين. وبعد ما جيك ولينا طلعوا من الميه قعدوا يدوروا شويه في المكان المهجور ده، ووقتها لقوا قدامهم بيت شكله غريب، فقرروا انهم يدخلوا المكان يمكن يلاقوا تليفون ولا حاجه ويطلبوا الشرطه، ولكن لما بيدخلوا المكان عرفوا ان المكان ده هيبقى جراج وفيه عربيات كتيره جدا، ومش محتاجه تفسير يعني ان العربيات دي كلها هتبقى الناس غلطوا ودخلوا المنعطف الغلط. فجيك ولينا بيحاولوا انهم يدوروا في العربيات دي يمكن يلاقوا حاجه هنا ولا هنا، وهم بيبصوا في العربيات بيسمعوا صوت صاحبهم جاي من عربيه معينه، ولما بيدوروا بيلاقوا ان الكرفان بتاع الانتاج بتاعهم موجود ضمن العربيات دي، ولما جيك بيدخلوا بيلاقي ان صوت صاحبهم جاي من فيديو شغال في العربيه، وصاحبهم بيصرخ في الفيديو من كتر العذاب والالم اللي هو فيه، ويكون جيك واقف بيتفرج على الفيديو وهو مصدوم جدا. فوقتها بيجي 2 من الوحوش وبياخدوه هو ولينا وبيربطوه وبيحبسوا ولينا، ويكون الوحوش قاعدين مستنيين الاكل لما يجهز، والاكل ده هو عباره عن واحد من اصحاب جيك ولينا. ولما الاكل بيجهز الوحوش بيجيبوا ولينا ويقعدوها معاهم على الترابيزه ويجبروا ولينا انها تاكل معاهم صاحبها. في الوقت ده بيجي دايل علشان خاطر ينقذ باقي الشباب ويقتل الوحوش دول، ولكن وهو داخل المكان بيخبط في حاجه، فالوحوش بيسمعوا الصوت ده وبيقوموا من مكانهم يدوروا في المكان اللي يكون في حاجه كده ولا كده، وفعلا دايل بيعرف يستخبى كويس ويطلع سهم وبيحط فيه متفجرات وبيضربه في ظهر واحد من الوحوش دي، ولما في واحده بتروح عليه علشان خاطر تلحقه المتفجرات دي بتنفجر فيهم هما الاثنين وبيموتوا، وبيجري دايل على جيك يحرره وعلى الينا ويفكها. وقتها بتكون في واحده من الوحوش دي شافت لبس الوحش اللي دايل قتله وبتتعصب جدا هي وواحد تاني، والاثنين دول بيكونوا مش هيسيبوا الابطال يخرجوا من المكان، وفعلا بيمسكوا دايل وبيقتلوه باعنف طريقه موجوده، وبيروح الوحش الضخم ده يمسك جيك لان كان عايز يرميه في المفرمه، ولكن بمساعده الينا قدر انه يلحق نفسه، ولما الست اللي معاه جت علشان خاطر تنقذه رموها هي كمان وراه في المفرمه، وبكده بقى جيك ولينا اخيرا احرار وبياخدوا عربيه من وسط العربيات الكتيره دي وبيخرجوا من المكان المرعب ده. وبعدها بنشوف ان الاثنين اللي ماتوا دول ما كانوش اخر 2 ولا حاجه، وان الست اللي كانت بتولد في اول الفيلم دي ولدت وابنها هو كمان اتولد زيهم، بس دي حكايه تانية لوقت تاني. بس لو عجبك الفيلم تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات علشان خاطر توصلك كل جديد، وكمان احنا بنحاول نوصل ل 2000 مشترك في اقرب وقت. وبرضه لو بتحب الجرائم الغامضه والاحداث الغريبه يبقى يا ريت تروح تشترك في قناه البطور وتتفرج على الفيديو اللي نازل على القناه ويبقى اشترك في القناه. وبس على كده.